لتاني مرة للأمير محمد بن سلمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفيديو الثاني اللي أوريكم فيه الكذبة اللي كذبها الرمة الصعلوك الإمعة. وبعدين اسمع يا زبالة يا كتكوت. طيب اسمع يا إمعة يا قمامة يا نعال، لما تلفظ اسم الأمير محمد بن سلمان تغسل فمك، أوكي؟ تغسل فمك 7 مرات وآخرها بالتراب يا تراب قبل لا تنطق اسم الأمير محمد بن سلمان. لما تذكر اسم الأمير محمد بن سلمان تتكلم بأدب يا ابن الحرام، تفهم يا حيوان؟ يلا ورينا اللي مدري من الغلوء اقطع لسانه يلا وريك بتقطع لساني، تفو عليك. الفيديو اللي بقى دلوقتي مكسر الدنيا بإهانة راجل ومراته تتجر قدام عينيه وفي الآخر هو اللي يتقبض عليه من ضابط أو عسكري. عارفين اللي هيتعاقب، بس زي ما الدنيا كلها شافت الفيديو ده والراجل بيتهان قدام مراته. اسمع يا إمعة يا صعلوك، الدنيا كلها شافت الفيديو يا كذاب يا كذاب. ما جانا الفيديو ولا شفناه، بس استنوا انتوا يا المتابعين، استنوا اجيب لكم الفيديو الثالث بعد هذا الهجوم الوسخ المعفن زي ما طلبتكم. هذا الكلب الكل يسوي له الغاء متابعة. اصلا على ايش تتابعوا؟ على وجه ولا على ريحة فمه اللي كلها بسيخ جاية لين عندنا لين هنا واصلتنا؟ لعن ابو وجهك. لازم حقه يرجع له يا جماعة عشان تبقوا فاهمين، بيت الحرم ده بتاع كل المسلمين. اسمع يا إمعة يا صعلوك، ايه الحرم؟ ايش بو الحرم؟ شوف، في ممتلكات لنا احنا السعوديين غصبا عنك كده طق يا كلب، تفهم؟ الملك سلمان حقنا، الأمير محمد بن سلمان حقنا، الحرم المكي الشريف حقنا، المدينة المنورة حقنا، تفهموا؟ ها؟ مسوي تدروا انه مسوي هذا الفيلم حق اللي سحلها وما سحلها ومدري السوابة كله عشان يوصل لهذه النقطة، كله عشان يوصل يسبب فتنة وحريقة. ولا بتاع السعودية ولا مصر ولا أي بلد عربية، لكل المسلمين، حتى والله لو من أمريكا ومسلم من حقه في البيت ده. فالناس اللي تبقى واقفة تبقى قد المسؤولية، تتعامل مع الناس بكل حسن وبكل أدب. إحنا بنطالب من أمير محمد بن سلمان. إيش؟ أنت تيجي تعلمنا؟ أقسم بالله تبطي عظم لو تعيش 100 سنة ما تقدر توصل لأخلاق أي شخص أي إنسان سعودي من هذه الأرض الطاهرة. بعدين وجهك هذا تبغى تيجي تدعس؟ أوكي، الفيديو الجاي يبدأ الشهدة، يبدأ إيش؟ دحين أوريكم. احنا بننادي وبنقوله لا للفتنة اللي حصل ده في التوقيت اللي عمله تركي آل الشيخ من فتنة ما بين الشعب المصري والشعب السعودي. انتوا مين؟ ايوه، يعني ملفق كذبة وفيلم وجاي كمان تطالب أميرنا، وانت تتوقع أميرنا بينظر لك يا فسيخة يا معفن. احنا بنطالب من امير محمد بن سلمان، احنا بننادي وبنقوله لا للفتنة اللي حصل ده في التوقيت اللي عمله تركي آل الشيخ من فتنة ما بين الشعب المصري والشعب السعودي. وبنطلع ونقوله برضو انتوا اخواتنا ايوه، ايش بك على تركي آل الشيخ؟ لبى تركي آل الشيخ وزير، انا مستشار، انا حق الترفيه. المهم اسمع يا صعلوك يا إمعة يا صعلوك، اسمع. لما تقول بنطالب الأمير، قلنا لك الأمير محمد بن سلمان مالك فيه يا جزمة. هذا أول شيء. ثاني شيء، مين اللي سوى الفتنة؟ الله يلعنك ويلعن من ربك.
كذا مرة نقعد نعيد، بس ايش نسوي؟ قاعدين نكلم بهايم، انتم 20 بهايم عايشين معاها في الزريبة، ما ايش نسوي؟ قلنا 1000 مرة ما سووا فتنة غير الضفعة اللي عندكم اللي حق جريدة الجمهورية أتوقع، تمام؟ واحنا اخوات؟ لا ما احنا اخوات، لعنا اخوتكم، ولا تشرفونا تكونوا اخواتنا، اصلا بتقول احنا اخواتي ويجيني جرب، اقعد احك، لا تقربونا لا تقربونا، طلصق يلعن ابوكم. على راسنا والله، لو طالعين دلوقتي بنتكلم عشان ما يحصلش كده تاني، لكن حق الراجل ده والست دي لازم يرجع لهم، لان في التوقيت اللي زي ده احنا مش عاوزين الدنيا تولع. مش عايزين الدنيا تولع. تدري يا صعلوك يا إمعة يا مداس، تدري إن بأفعالك هذه إنك بتخرب كل شيء لكم؟ إن شاء الله تخرب بإذن الله. نحن طالبنا أكثر من مرة، بس إحنا عارفين حكومتنا تسوي، وإحنا ما نقعد كير، إحنا في الصامت كده. تعرف لما ربي قلب المدينة حقت لوط، نبي الله لوط، نفسها تصبحوا تلقوا نفسكم ما تدروا وين، تمام؟ عن أبوك. احنا عاوزين كل واحد ياخد حقه، وبيت الله الحرام حرام ان يحصل فيه كده، يحصل واحدة تتهان تتجر في الارض وجوزها في الاخر يتقبض عليه عشان بيقول للظابط لو سمحت ما تمدش ايدك، فلو سمحت يا امير يا محمد يا بن سلمان حق الراجل ده يرجع. للمرة الثالثة اسم الأمير محمد بن سلمان ما تجيبه على لسانك يا صندل، تمام؟ أوكي. الآن بعد خلاص أنا ممكن أقسم هذا الفيديو 2، لأنه طويل، تمام؟ الفيديو الثالث شوفوا إيش قال. الله يلعنك. وإيش قلت إيش حرام يحصل كده في الحرم؟ لعن أبوك يا شيخ، لعن أبوك وأبو اللي رباك، لعن أبوك وأبو اللي رباك. ما شفنا خطيئة في الحرم، لا من سوري ولا من سوداني ولا من يماني ولا من أي دولة إلا أنتم. إلا أنا أبغى أعرف، وليش أعرف؟ إذا كبيركم قال أنا ربكم الأعلى، إيش نرجع منكم؟ أتف عليك وعلى وجهك. وشوفوا ترى هذا كل الخطاب لهذا الإمعة الصعلوك، بش يستعين عليه أصغر طفل عندنا. الله يلعن أبوك.